هاي، ازيكم؟ دي الحلقة الأخيرة من سلسلة Future Simple Tense. اتكلمنا قبل كده عن will و going to و present continuous، بس النهاردة هنتكلم عن حاجة بتخلي كلامك طبيعي أكتر، وهي كلمات وتعبيرات المستقبل. يعني ازاي نقول بكرة، بعد أسبوع، السنة الجاية. تعالوا نبتدي. Let's go. أشهر كلمات المستقبل اللي بتدل على المستقبل في الجملة هي tomorrow بكرة، next week, next month, next year الأسبوع القادم، الشهر القادم، السنة القادمة. in 2 days بعد يومين. in 2026 في سنة 2026. soon قريبا. later بعدين. tonight الليلة. the day after tomorrow بعد بكرة. أمثلة: I will call you tomorrow. She is going to travel next month. We are meeting soon. في حاجات كمان بتدل عن المستقبل من غير ما يكون فيها will، زي مثال I am moving next week. They are getting married in May. يعني مجرد وجود كلمة وقت في المستقبل بيخلي الجملة بتدل على المستقبل. خلي بالك لما تيجي تتكلم عن المستقبل لازم يكون في كلمة أو دليل زمني علشان السامع يفهم إنك مش بتتكلم عن دلوقتي أو الماضي. يبقى كده اتعلمنا كل أدوات المستقبل: will وعد أو قرار، و going to نية أو دليل، و present continuous خطة مؤكدة، و time expressions كلمات وتوضح المستقبل. وبكده نكون خلصنا سلسلة Future Simple Tense بالكامل. لو حبيت السلسلة اعمل لنا لايك وفولو وسبسكرايب، سيب لنا كومنت، واكتب لنا برضه في الكومنتات عن انت عايز ايه نبتدي بيها السلاسل الجاية. يلا باي باي، see you later.